السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بك في فيديو جديد على قناة بلبل فود. إن شاء الله الناس الكل تكونوا بخير. إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل، كل عام وأنتم حيين بألف خير. اليوم باش نحكيو على خمسة ملاعبية ظلمهم صبر اللاموشي في أول قائمة مع المنتخب التونسي. قبل ما نبداو الفيديو نتمنى الناس الكل تصليوا على النبي صلى الله عليه وسلم. تنساوش تشتركوا في القناة تفعلوا الجرس يلا بينا. باهي ونشوفوا مع بعضنا الأخبار هذا على حسب أو المقال هذا على حسب موقع وين وين. نشوفوا مع بعضنا. أثارت القائمة التي أعلنها المدرب صبري اللموشي لقيادة منتخب تونس جدلا واسعا، خاصة أنها جاءت تزامنا مع انطلاق معسكر شهر مارس استعدادا لمباراتين الوديتين أمام هايتي وكندا ضمن الاستعدادات للحدث الأهم وهو كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في كندا والمكسيك. بشير بن سعيد أرقام تتحدث. بشير بن سعيد كان غايب على القائمة هذه. في مقدمة الغائبين يبرز بشير بن سعيد حارس مرمى الترجي الرياضي التونسي الذي قدم موسما استثنائيا مع ناديه. الحارس الدولي خاض 22 مباراة منتخب تونس، خرج في 17 منها بشباك نظيف، فيما يواصل هذا الموسم تألقه بتحقيق 20 كلين شيت في 28 لقاء، وهي أرقام تعكس ثباتا كثيرا كان يستحق معه الظهور بالقائمة. بشير بن سعيد كان وضح صبر اللموش أنه يعني عدم دعوة بشير بن سعيد ماهيش يعني قرار فني، إنما يعني يحب يجرب الحراس الآخرين. بشير بن سعيد يعني حارس باليدي وأكيد باش يكون موجود في القائمة الجاية، لكن هو يحب يعني يحضر حراس آخرين. المهم بشير باش يكون موجود في القائمة الجاية وفي كأس العالم عادي جدا، فقط يعني باش يتم إتاحة الفرصة للحراس المتألقين واللي ممكن يكونوا إضافة للمنتخب. الاسم الثاني هو حمزة بن عبدة صخر الدفاع الأفريقي. المدافع حمزة بن عبدة لاعب النادي الأفريقي التونسي وعد من أكثر العناصر انضباطا وثباتا في المستوى، حيث خاض كل الدقائق الممكنة وأسهم بشكل مباشر في صلابة الخط الخلفي لفريقه، ما يجعل غيابه محل تساؤل. هو الآخر الحقيقة خط الدفاع ما نتصور يعني عنا وفرة باهية في خط الدفاع، خاصة مع عودة الرقيق. الحقيقة فما برشا أسماء في الخط الخلفي يعني قادرة إنها تغطي. ممكن حمزة بن عبد يكون موجود في قائمة موسعة في صورة ما يعني في القائمة الجاية، أما في القائمة الأساسية ما نتصورش. به شهاب العبيدي حلم مؤجل نحو منتخب تونس. اللاعب شهاب العبيدي المحترف بين صفوف فريق ماديرا البرتغالي كان يترقب فرصته مع المنتخب بعد تطور مستواه، غير أن اسمه غاب في قرار مفاجئ للعديد من المتابعين. الحقيقة لا قرار مفاجئ لا شيء، الحقيقة ما عندوش بلاصة في القائمة. الحقيقة عيسى العيدوني عودة تستحق المتابعة. عاد عيسى العيدوني مؤخرا من الإصابة وبدأ يستعيد مستواه مع فريق الوكر القطري، حيث قدم تمريرة حاسمة في آخر ظهور له، وكانت جاهزية العيدوني التدريجية ستمنحه فرصة العودة لمنتخب بطل إفريقيا 2004، لكنه بقى خارج حسابات هذه المرح. الحقيقة يعني مش يعني يعني مساهمة واحدة باش ترجع ديريكت القائمة، كان في إصابة الملاعب، بس الحقيقة لازم يقدم مردود باهي من هنا يعني لكأس العالم باش إنه يكون موجود في القائمة. باهي الاسم الأخير هو عادل بالطيب هداف في الانتظار. يختتم هذا الخماسي بالمهاجم عادل بالطيب المحترف في الدوري الروماني الذي سجل 9 أهداف هذا الموسم. الحقيقة أبرز غياب نجم نحكيو عليه نقولوا إنه غياب يعني واللي ملاعب نقول نجم نقولوا عليه إنه تظلم هو عادل بالطيب. عادل بالطيب نحكيو على ملاعب يسجل 9 أهداف الموسم هذا، حتى ولو في الدوري الروماني كان ممكن ينجم يكون موجود في القائمة في بلاصة مثلا حازم مستوري. حازم مستوري واللي يلعب في الدوري الروسي ما قدرش انه ما عندوش نتصور مساهمات تهديفية كبيرة. كان ممكن يعني يتم دعوة عادل بالطيب في بلاصة المستوري. تصور في الخمسة ملاعبية هذوما كان عادل بالطيب هو اللي يستحق انه يكون موجود في القائمة. ملاعبية هذوما كل ما استحق نتصور ما ينجموش يعني يعطوا الإضافة اللي موجودين في القائمة خير منهم برشا. أعطونا رأيكم مفيد في التعليقات. خلينا نشوف موضوع آخر. اختيار هيثم حسن لتمثيل مصر أحسن ما يمكن أن يحدث. المنتخب التونسي سيكون سببا في بروز خليل العياري وتألقه مع تونس بإذن الله. الحقيقة القرار هذاك في صالح خليل العياري على الآخر. خليل العياري أكيد باش ياخد فرصة أكثر بما أنه هيثم حسن تختار منتخب مصر.
شاء الله يعني ياخد فرصته ويقدم الإضافة مع المنتخب. خلينا نحكيو على شنيا قال صبري اللموشي على أليسون سانتوس. أليسون ما يحبش يجي ومانيش باش نضيع وقتي معاه. الحقيقة كلام في بلاصتو، يعني ملاعبي قال لك مانيش باش نجي ديريكت هكا والسلام عليكم. ماهوش باش يجي، ماهوش باش يجي. يعني ما ماناش ماهوش أولا ماهوش باش يصنع ربيع على المنتخب أليسون سانتوس. وحاجة أخرى يعني قال لك لا لا، يعني هو يعني بدل لحية بلحية خسرها من الاثنين، ولا كيفاش يقول المثل، نبدل مشية بمشية، المفروض حاجة كيما هكا. يعني حَب يعني يكون مع البرازيل، يا أخي لا مشى مع البرازيل ولا مشى مع المنتخب التونسي، وما نتصوّرش يعني باش ياخد فرصة مع المنتخب البرازيلي حتى في كأس العالم. منتخب البرازيل يعني عَج بالنجوم، ما نتصوّرش أليسون سانتوس باش يكون موجود حتى ولو في قائمة موسعة. باهي شوفوا حاجة أخرى، صبري اللموشي في حديثه عن سليم بوعسكر. كلمت سليم وحكيت معاه برشا وأعلمته إنه وقته جاي على قريب برشا، وهو لاعب مهم للمشروع المستقبلي. أما حاليا الضغط كبير برشا على الخمس حراس الموجودين، قلناها من قبل ونبقاو نقولوها. سليم هو حارس المنتخب للسنوات الطويلة القادمة بحول الله، إذا وصل تطوره والصعود لأكابر روما. مناش خايفين عليه، سليم تونسي ويعشق تونس بقدرة ربي، يعرف اللي باش يقود الجيل الجديد. أكيد يعني خاصة المنتخب التونسي مازلنا كما حكينا نبحثوا على حارس يعني يكون يملأ الفراغ في حراسة المرمى، يعني موضوع ونسكره نحبوا حارس يعني يعمل لك كل 10 سنين ولا 5 سنين ورا بعضهم يكون حارس أول وأموره واضحة كل كما يعني المنتخبات الكبيرة. يعني تلقى ديما عندها حارس هو اللي يشد يعني فترة كاملة يشد يعني جيل كامل يعني في حراسة المرمى. إن شاء الله نلقوا المراد هذا مع سليم بوعسكر. باهي صبري اللموشي يفتح النار على الأبواق المأجورة ويجلد المدافعين عن الفشل والمحسوبية. الملاعب اللي يلعب في أوروبا حتى لو ما يكورش خير من ملاعب يلعب في البطولة التونسية. الحقيقة معاك برشا في الحكاية هذه. هما تقريبا سألوه على الموضوع هذا، خاصة يعني بعد دعوة إسماعيل الغربي برشا تساؤلات كانت على إسماعيل الغربي، يعني عنده 10 مباريات ما هوش قاعد يلعب، علاش تم دعوته المنتخب. يعني جاء الرد من اللموشي الملاعب يلعب في أوروبا حتى لو ما يكورش يكون خير من ملاعب يلعب في البطولة التونسية. وخلينا نقولوا بصراحة ملاعب كما يعني إسماعيل الغربي ماهوش ياخذ في دقائق لعب مع فريقه في ألمانيا، والحقيقة خير يعني ما تنجمش تلقى ملاعب كيفه في البطولة التونسية. خلينا نحكوها بصراحة، بطولة ياسر تعبة. خلينا نزيد نشوفوا صبري لمش شنو يحكي على إسماعيل الغربي. إسماعيل الغربي مش قاعد يلعب صحيح، لكن عندي ملاعبي بإمكانيات مستحيلة تخليه لبرا، وكشخص عطانا برشا وما نجموش نتنكروا له خاطر عمل اختيار غلط. جبناه باش نوصلوا له رسالة رانا معاك ونتبعوا فيك. الحقيقة هذه اللي كان لازم يصير، حكينا فيها الموضوع هذا قبل ما تهبط القائمة. حكينا إنه إسماعيل الغربي لازم يكون موجود حتى ولو كدعم معنوي للاعب، يعني إمكانياته أكيد باش تكون خير من إمكانيات برشا ملاعبية في البطولة. وحتى من غير الموضوع هذاك يعني اللاعب يمر بفترة خايبة برشا، لازم يعني نقفوا معاه ويكون موجود على الأقل حتى في القائمة وياخذ بعض الدقائق علاش لا. المهم اعطونا رايكم في المواضيع اللي حكيناها في الفيديو هذا. قبل ما نسكر الفيديو نتمنى الكل تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وعيدكم مبروك مرة أخرى، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. وتبقى لي كام باش نقول لكم حظ موفق المنتخب التونسي في المباريات الجاية ضد كندا وهايتي. إن شاء الله يعني باش نحكيو أكثر على المباريات هذه. والسلام.